يا مساء الخير. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف تماما، يمكن من احلى واجمل الفيديوهات اللي عملتها عندي على القناة. ليه بقى؟ لان الفيديو ده عاملاه مفاجأة لولادي. هنغير البلكونة كليا وجذريا. انا وباباهم قررنا ان احنا نعمل لهم حاجة كده شبيهة بالكيدز اريا كده، مكان يطلعوا فيه طاقتهم ونجمع لهم فيه كل الالعاب. فما لقيناش احسن من البلكونة، مكان جيد للتهوية، وخاصة ان انا عندي السور الحمد لله جوزي عاملهولي عالي، وخاصة انا عيالي الحمد لله يعني بقوا عاقلين، يعني مش من نوع ممكن حد يشيب ولا حاجة. وبعدين انا كده كده هبقى قاعدة معاهم. اول حاجة بدأنا بيها عشان ما اطولش عليكم، الستارة شلناها زي ما انتم شايفين، اللي كانت متوسخة خالص من ساعة ما ركبت، وشلنا الحلقان كلها المصدية بقى غيرناها وجبنا حلقان جديدة. زي ما انتم شايفين منظر البلكونة قبل، انا صممت ان انا اعمل لكم فيديو قبل خالص ما ندخل فيها ولا نعمل لها اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا يعني مكركبة، والستارة مش نضيفة خالص، مليانة تراب. وطبعا مش الشمس بهتت اللون اللي بره، بهت هي كان المفروض زي اللون اللي جوه كده، بس اللون بهت من الشمس. فالحمد لله جوزي ربنا يبارك له بقى طلع على السلم. انا دي يمكن اخطر لقطة يعني في حياتي، يعني ببقى خايفة جدا. انا صورت لكم اللقطة دي سريعا كده، وفي الاخر رحت كلبشت في رجله، بقى عمال يقول لي سيبي رجلي يا وليه. والناس شايفانا، قلت لهم ما يشوفونا مش احسن ما تقع مني. ربنا يا رب يحفظه لي من كل شر. وبس بقى، شالها. احنا في الدور الخامس وعلوي، يعني تعتبر السادس، والعمارات عندنا عالية زي ما انتم شايفين كده. فببقى خايفة قوي قوي قوي، يعني ربنا يسترها علينا يا رب. المهم بقى الحلقان، هو بقول له طب انت بترمي الحلقان ليه؟ قال لي لا خلاص مصدية بقى، هركب لك حلقان جديدة. وبالفعل شال لي الحلقان، رماها وجاب، نزل جاب حلقان جديدة. وانا بقى طبعا ده الكلام ده كان في يوم ماشي، علشان طبعا غسلت الستارة ونشفت. اهي الحلقانة القديمة اهي، زي ما انتم شايفين مصدية فعلا. كلامه صح، مش هتستحمل فترة تانية يعني. غسلتهم بقى كل واحدة لوحدها في الغسالة، الحمد لله الغسالة عندي كبيرة بتشيل. والحبال برضو كان على حظي بقى اتقطعت، كنت بنشر عليها حاجة فاتقطعت، قلت له يلا حظك بقى، انا هاخدك هستلمك النهاردة. يعني احبال وستاير وكل حاجة. بيقول لي انا ايه اللي قعدني اجازة؟ قلت له هتروح مني فين؟ شلت بقى الحبال، زي ما انتم شايفين اهي الحبال كلها اتشالت. ركب لي حبال جديده، والستاير ركبت نظيفه، والبلكونه بقت زي الفل اهو. وطبعا صبنت بقى المناشر دي، وكون بقى البلكونه اتمسحت. وبعد ما اتمسحت جينا نحط اللي هقول لكم بقى المفاجأة خالص، اللي هو الموكيت اللي هو شبه النجيلة ده. اتاري ان الشباك مش هيقفل ولا يفتح بسهولة، لازم ان احنا نقصه كده. فقام جوزي برضو يا عيني بعد ما غير الحبال وعلق شال الستاير وبعد كده علقها، وجينا بقى نفرش، ما عرفناش بقى، راح نزل جاب النجار، والنجار جاب المنشار بتاعه. كنت انا هعيط لان انا كنت جايبة واحدة ساعدتني، يعني مسحت لي الشقة كلها، بس طبعا انا مسحتها تاني تقريبا، يعني ربنا مش رايد لي ان انا ارتاح. فشلت بقى النجارة، كنستها الاول بالمقشة، وبعد كده بالمكنسة، وبعد كده بالمساحة ايه، اديتها واحدة كده. وبعد كده بقى ايه، فرشنا على نضيف. اول حاجة طبعا علق الستاير تاني بقى، ده بقى علقناهم بعد ما ايه، ما اتغسلوا بحلقان جديدة. الحمد لله مركزين معايا كده. انا بحاول اسرع عشان انا يعني انا نفسي بمل بسرعة، فانا مش عايزة المشاهد بتاعي او المتابع بتاعي يزهق وهو بيتفرج على الفيديو. تمام. طبعا دي كان بقالها برضو سنين متهالكة معانا، لمبة كده وكان ليها فانوس، الفانوس وقع، فضلنا متمسكين باللمبة لغاية ما تخلينا عن اللمبة بالفانوس بتاعها، وجبنا الليد كده ركبناه مكانها. اول حاجة هنبدأ فيها في تعليق الزينة بتاعنا، وبعد كده هنفرش بقى ايه الموكيت. انا عايزة احكي لكم باستفاضة عن الموكيت، اصبروا بس نمشي مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة الستارة اللي هي الهلال والنجمة دي، آه جايباها ومنزلها في فيديو المشتريات، لو عايزين تعرفوا جايباها منين واسعارها ايه، فيديو المشتريات هتلاقوه عندكم على القناة، وهيظهر لكم في علامة الاي دلوقتي. هنا بقى علقها بمسامير شيشة صغيرة، والحمد لله الفيشة اللي هنحط فيها السلوك دي كلها موجودة تحت اهي. وكان عندي هلال من السنة اللي فاتت كده كنت جايباه، حطهولي برضو في نص الفرع كده اهو، هو ده. وليه وصلة، وودوا بقى شكل حلو كده، هما كلهم هلال ونجمة مع بعض. وبعد كده بقى فرشنا الموكيت بتاعنا. الموكيت ده جايباه من الرواعي،
العتبة يعني في شارع الرواعي. محل كده، والله للأسف نسيت أجيب لكم اسمه، لأن بجد هو أنظف محل لبيع الموكيت. هو تقريبا واحنا واقفين عنده ناس أصحاب كافيهات وناس بتتعامل معاه من سنين، بعتوا بيشتروا تاني، يعني الأماكن بيوسعوها وكده. ف مكان حلو قوي، وجبت المتر منه ب135 جنيه. العرض بتاعه 4 متر، لانها البلكونة عندي كبيرة شوية، وفرشتها بقى. وكان عندي شيلت اللي هي القعدة العربي دي، حطيت عليها مفارش بوجي وطمطم والمدفعين دولت ادوا شكل حلو ده. وكمان بقى حبيت اعمل لهم الديكورات بقى بتاعت رمضان، علشان فيديو المفاجأة هينزل على القناة بكرة ان شاء الله. عامله لهم مفاجأة بقى وهم داخلين، لانه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، في خلال ال3 ايام دول بتوع التنظيفات انا كنت موديهم عند ماما، فما كانوش يعرفوا باي حاجة. هم عارفين ان انا بروق الشقة وخلاص. هيجوا يلاقوا ايه؟ لا ما يعرفوش. هيجوا يشوفوا تغييرات؟ لا ما يعرفوش الكلام ده كله. فبالتالي فيديو المفاجأة ده هو عبارة عن 6 دقايق ولا 5 دقايق، هينزل بكرة على القناة. الفيديو ده حقيقي حرفيا واخد قلبي، وكل اللي هيشوفه يتفرج عليه هيبسطوا جدا. ردود افعالهم كيوت قوي وعسولين، فربنا يحفظهم هم وكل ولادكم يا رب. زي ما بقول لكم كده، بعد بقى ما حطيت الشيلت وجبت بقى المخدات بتاعه رمضان اللي انا وريتها لكم في مشتريات رمضان، الفيديو اللي نزل امبارح. ماشي، خلينا كده ماشيين بالتدريج، ده اللي متابعيني هيعرفوا كل حاجة بالظبط. فيديو المشتريات بقى كنت موريه لكم فيه كل الحاجات اللي انا جايباها دي. المفارش دي اللي كنت بقول لكم عليها، ماما كانت عاملاها لي من السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني قبل وفاه بابا. وكنت شايلاها، يعني انا بقالي سنتين ما بعملش زينة رمضان خالص، ولا بحتفل اصلا، يعني بيبقى صعب، رمضان بيبقى صعب جدا عليا. ده تالت رمضان يعني، ده تالت رمضان من غير بابا. فربنا يرحمه يا رب ويسامحه، ادعوا له لو انتم مكملين معايا الفيديو لغايه هنا. وبس كده بقى، حطيت بقى الفروع دي كده تدي شويه نور كده، ده بس يعني في ايه، في دخلة المفاجأة. بعد كده هشيل طبعا فروع النور دول عشان هيكسروها يبهدلوها. وجبت لهم بقى بوجي وطمطم بتوعهم، هحطه دلوقتي، بس هو ايه، انا كنت ناسياهم في اللقطة دي. بصوا المنظر بقى تحفة ازاي، يعني ما شاء الله، يعني المكان جميل. وبعدين الموكيتا ادت بهجة للمكان حلوة قوي قوي قوي. وفي نفس الوقت هترحمني من التراب اللي كل شوية اكنسه وامسحه ومعرفش ايه. يعني ده مجرد بالمكنسة كده بس هشفط التراب اللي فيه، ولو بفتالة او حتة فيها مية. ده بقى جزء من الفيديو اللي هينزل بكرة، الفيديو بتاع المفاجأة اللي انا عملته لهم. طبعا ما دخلتهمش دخلة عادية، لا طبعا عملت لهم حبشتكنات كده انا وباباهم، بحيث ان ايه، ان نشوقهم للموضوع اكتر. ففعلا بجد يعني الفيديو اللي هينزل بكرة ده رهيب رهيب رهيب، يا رب يا رب يحفظهم ويحميهم من كل شر. مش عارفة، انا كنت فرحانة على فرحتهم، يعني انتوا عارفين خلاص احنا ما بقيناش من كتر الهم اللي احنا بنبقى شايلينه، ما عندناش استعداد ان احنا نفرح. بس فرحتهم بجد فرحتني اكتر بكتير بكتير عن ان انا مثلا عامله تجديد في الشقه. فعادي، انا بالنسبه لي لما بعمل تجديدات بيبقى الموضوع عادي بالنسبه لي. الطرح دي كنا يعني، مش عايزه احرق لكم الفيديو بقى، انتوا استنوه، هو الفيديو نازل بكره. هو عباره عن 5 دقايق فقط لا غير. انا مرضتش احطه مع الفيديو ده علشان ايه، ما طولش مده الفيديو وتزهقوا معايا. لكن الفيديو ده حبيت ان هو يكون عبارة عن التجديدات والتغييرات اللي انا عملتها في البلكونة. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو البلكونة كانت عاملة ازاي، وزي ما انتوا برضو شايفينها دلوقتي بقت عاملة ازاي. الواحد مش عايز يقوم منها خلاص، انا هقيم فيها، هخلص فيها شغلي واخلص فيها كل حاجتي. جوزي قال لي كده برضو انا هقعد هنا اعمل شغل محدش يدخل عليا. قلت له لا، ده لا يعتبر المكتب بتاعي انا. انت قاعد على المكتب بتاع الولاد جوه اللي بيذاكروا عليه، وانا هقعد هنا. ف سيبوها على الله، ما تشيلوش هم حاجة، ما تشيلوش هم بكرة. عيشوا يومكم بيومكم، ما تأجلوش الفرحة. افرحوا، حاولوا تسعدوا نفسكم ولو بأبسط حاجة. يعني الموضوع مش مكلف على قد، يعني مش لازم مثلا موكيت، ممكن بفرعين نور 3 كده اسعدي نفسك، فرحي نفسك، فرحي ولادك.
صدقوني العمر بيتعاش مرة واحدة بس، مش بيتعاش 20 مرة. ما تبخلوش على نفسكم بحاجة. ما سيبكم من لا ده انا اشيل عيالي، نشيل بس في نفس الوقت ما يعني ما نخنقش على نفسنا، ما نكبتش نفسنا، نحاول نفرح نفسنا، نفرح عيالنا. احنا معانا عيال فلا خلاص الوضع عارفين لو احنا لوحدينا عادي نكبت نفسنا نعمل في اي حاجة، لكن لا. دي خدوها نصيحة من اختي ليكم. يمكن انا شفت كتير في الدنيا، سن صغير او كل حاجة، لكن شفت كتير قوي في الدنيا. الدروس المستفادة ان ارموا توكلكم على الله، سيبوها على ربنا. ربنا ما بيعملش غير كل خير. ومش دي مش دعوة للتبذير مثلا او لا، انا مش برضو مش صارفة كتير يعني. في ناس بتصرف بالالوفات المؤلفة. تمام. صارفة في الحدود، وفي نفس الوقت يعني ايه فرحت ولادي، عملت تجديدات في البيت بتاعي. فبس دي دعوة لان انا بقول لكم عيشوا يومكم بيومكم، ما تفكروش في اللي جاي وسيبوها على الله. انا عارفة ان الناس بتشتكي من الغلا والدنيا اللي احنا فيها دي، وانا منكم وانا زيكم. لكن لما اكون مثلا يعني ايه جاي على نفسي شوية شوية بحوش جنيه على الجنيه، فانا عايزة بقى ايه نتيجة نتيجة ان انا مسكت على نفسي او كده افرح عيالي بقى بحاجة بسيطة، مش بحاجة مكلفة قوي قوي يعني. وبس كفاية فرحتهم عندنا بالدنيا. ربنا يسعدنا كلنا يا رب. وحابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم منورين القناة عندي، وكل سنة وانتم احلى عيلة في الدنيا. كومنتاتكم حقيقي بتفرحني. لو انت اول مرة تشوف الفيديو بتاعي واول مرة اظهر لك على اليوتيوب كده، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتنضم لعيلتي الجميلة عشان عيلتي تكبر بيكو. وبرضه ما تنسوش الكومنت اللذيذ ده، قلناه ولا ما قلناهوش؟ كومنت برضه، واهم حاجة اللايك علشان اكبر عدد يشوفه. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.